الثانوية، حتى إنه كان بيهرب من المدرسة وهو صغير لشارع عماد الدين، حيث الفن والفنانين والمسارح والسينما وكده. اشتغل في أسيوط موظف حكومي قبل ما يشتغل في مجال الفن، وأشهر أعماله كان كلها أدوار كومبارس من أفلام كتير جدا زيها زي سكر هانم، سواق الأتوبيس، أنا لا أكذب ولكني أتجمل، إسماعيل ياسين في الطيران، دايرة الانتقام، الشوذوة السوداء، وغيرها كتير من الأفلام. وتوفى سنة 1984 عن عمر 69 سنة. أحمد لوكسر اشتغل في أول حياته في مصلحة المواني والمنائر في الإسكندرية، واتنقل بعدها بمصلحة الطرق والكباري بالقاهرة، والتحق بمعهد التمثيل وحصل على البكالوريوس سنة 1955. من أشهر أفلامه سلام يا صاحبي وإسماعيل ياسين في بوليس السيف، ويوم من بعمري، بئر الخيانة،